المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير حيكم، وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء واستهلها بالعناوين. فخامة الرئيس أفورقي يتفقد المشاريع الزراعية في إقليم أوروميا. تواصل مساعدة المحتاجين في ريف الإقليم الأوسط. حريق يحدث أضرارا بالأرواح والممتلكات في مدينة بارن. تبادل غير معتاد لإطلاق النار على الحدود بين الكوريتين. أسعار النفط تهبط متأثرة بالتوتر التجاري بين أمريكا والصين. وهجوم على مركز عسكري بأفغانستان وأنباء عن قتلى وجرحى. السلام عليكم ورحمة الله. تفقد فخامة الرئيس أفورقي والوفد المرافق له اليوم 4 مايو رفقة رئيس وزراء إثيوبيا الدكتور أبي أحمد تفقد المشاريع الزراعية في منطقة زواي بإقليم أوروميا. وحضر الزيارة وزير خارجية إثيوبيا السيد جيدو إندرغاتشو، ووزير المياه والري والطاقة المهندس سليش بقالي، ورئيس أوروميا السيد شملس أبديسا، وكذلك رئيس الوزراء السابق السيد هيلماريام دسالي. وبحث فخامته في اللقاء الثاني مع رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور أبي أحمد تعزيز التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وقد توجه فخامة الرئيس أفورقي إلى إثيوبيا يوم أمس في زيارة عمل تستغرق 3 أيام. تبرع الإريتريون في الدول الإسكندنافية السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا لتنمية صندوق التصدي لكوفيد 19 بحوالي 1,000,000 كرونر إضافي إلى المتبرع به الأسبوع الماضي، ليرتفع مجموع المبلغ المتبرع به إلى 6.3 ملايين كرونر. ووفق المعلومات الواردة من السفارة الإريترية، تبرع فرع المرأة في النرويج ب100,000 إضافي إلى المتبرع به مسبقا عبر أعضاء المرأة على المستوى الفردي. وجمعية كريستيان ساند ب57,000 كرونر، وشباب الجبهة في بيرغن 35,100 كرونر، وكنيسة القديس ميكائيل ستافانكر ب25,000 كرونر، ومجموعة الشباب بالدنمارك 29,000 كرونر، والجالية الإريترية في هوغدالين السويدية وضواحيها ب20,000 كرونر، وفرع المرأة في الدنمارك ب15,000 كرونر، ولجنة الأعياد الوطنية في الدنمارك 15,000 كرونر، والجالية الإريترية في شلادن الدنماركية وضواحيها 15,000 كرونر، والجالية الإريترية في لولندا ب20,000 كرونر، وشباب الجبهة في لوند 10,000 كرونر، وشباب الجبهة في مال ميسكون 10,000 كرونر، وأمهات مدينة إلموهولتا السويدية 5,065 كرونر. كما تبرع الإريتريون في أستراليا ونيوزيلندا في برنامج التبرع من 21 إبريل وحتى 3 مايو ب30,000 دولار أسترالي، حيث تبرع شباب سيدني ب3,565 دولار، والمواطنين 26,435 دولار. وألغى المواطنون المقيمون في ميلبورن إيجار بيوتهم في باراديسو ودار قاولوس ومدينة كرن ل6 مستأجرين من شهر إلى 3 أشهر. قدم سكان ضواحي صلوت ولامزة وعدو قعداد وبارداء مساعدات للمحتاجين في مناطقهم، وتم تقديم أكثر من 123 ألف نقفة من السكان والتجار ل240 أسرة في ضاحية صلوت. كما تم تقديم الذرة والسكر والعدس وزيت الطعام من وزارة الدفاع فرع مكتب قحوتة ل65 أسرة. كما قرر 14 مؤجرا مقيما في المهجر من أبناء صلوت ترك إيجار شهر وشهرين من 36 مستأجرة. وقدم مبلغ 95 ألف نقفة مرسل من أبناء لامزة في المهجر ل49 أسرة، إضافة إلى مواد عينية من السكان ل97 أسرة.
وتم توزيع مواد غذائية مشترى بأكثر من 16 ألف نقفة قدمها سكان عدو قعداد ل 75 أسرة، وترك 10 مؤجر إيجارات شهر إلى 5 أشهر من 23 مستأجرا في عدو قعداد. وقرر 8 مؤجرين إلغاء إيجارات 27 مستأجرا من شهرين وحتى 6 أشهر في مديرية سنبل، وألغى مؤجران إيجارات شهر إلى شهرين من 7 مستأجر في عداق حموس، وتقديم 3000 تبرعت به مواطنة ل7 أسر. تشيد في أم العيد بمديرية كركبة مدرسة داخلية يتوقع منها حل إشكالية التعليم المتوسط والثانوي في المنطقة. وأوضح مدير المديرية السيد عبد الكريم إدريس لوكالة الأنباء الإرثرية أن معظم الطلاب المنتقلين إلى المرحلتين المتوسطة والثانوية كانوا يقاطعون الدراسة لعدم وجود أرضية مناسبة لمواصلة التعليم، ويؤثر ذلك سلبا على تطور المنطقة، معربا عن أمله لانتهاء كل هذه الإشكالات مع بناء المدرسة وبدء خدماتها التعليمية. وذكر المشرف على العمل مساعد مهندس تسفو قلتين أن مشروع البناء الذي بدأ منتصف يناير 2020 يشمل فصول دراسية وسكن للطلاب وقاعة طعام ومكاتب ونقاط لتوزيع المياه ومجاري للصرف الصحي ومرافق عامة في مساحة تبلغ 87,500 متر مربع. ويهدف العمل بدء المدرسة الخدمات المنتظمة العام الدراسي المقبل، مشيدا بمساهمة وتفاني أعضاء قوات الدفاع. وستقدم مدرسة أملايث الداخلية التعليم للطلاب القادمين من مديرية كركبة والمديريات المجاورة. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإرثرية بأن قطاع سلام في مدينة بارنتو شهد اليوم 4 مايو عند الساعة 11 صباحا حريقا تسبب في وفاة طفل يبلغ من العمر 2 عام وإصابة 8 آخرين يتلقون العلاج في مستشفى بارنتو المرجعي. وأوضح مدير الضاحية السيد هبتوم صقاي بأن سبب الحريق انفجار اسطوانة غاز انتشر إلى منازل الأكواخ الملاصقة، حيث أحرق 6 منازل ل4 أسر بكامل ممتلكاتها، وأشاد بمساهمة السكان النشطة والوفية للسيطرة على الحريق. وأفادت المعلومات الواردة بأن سيارات الإطفاء لعبت دورا كبيرا في إخماد الحريق. فاصل أيها السيدات والسادة ونعود لمواصلة الأخبار. أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت طلقات نارية عدة باتجاه الجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، ما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى الرد. ويأتي هذا التبادل غير المعتاد لإطلاق النار بين الطرفين غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون علنا للمرة الأولى بعد 3 أسابيع من الغياب، وسط تكهنات عدة حول صحته. وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن موقعا للحرس الكوري الجنوبي أصيب بطلقات عدة من الشمال، وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي. وأضافت هيئة الأركان أنها تتواصل مع الشمال عبر الخط العسكري الساخن لتحديد سبب الحادثة. وكان الرئيس الكوري الجنوبي وكيم اتفقا على تخفيف التوتر العسكري على الحدود بين الكوريتين خلال قمتهما في بيونغ يانغ في سبتمبر عام 2018. تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين مما قلص مكاسب الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من استمرار وفرة المعروض النفطي فيما قد يعرقل التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين التعافي الاقتصادي حتى بعد بدء تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 90 سنتا أو 3.4% إلى حوالي 25.5 دولار للبرميل، بعد أن لامست 25.53% دولار. وكان خام برينت ارتفع الأسبوع الماضي بنحو 23% بعد أن تكبد خسائر لمدة 3 أسابيع متتالية.
ولاقت الأسواق دعما الأسبوع الماضي، إذ كان من المقرر أن يبدأ منتجو النفط الكبار بقيادة السعودية وروسيا خفض الإنتاج في أول مايو، بينما قال أكبر منتجين في الولايات المتحدة إكسون موبيل وشيفرون إنهما سيخفضان الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في هذا الربع. لكن تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدد فيها ببحث زيادة الرسوم الجمركية على الصين ردا على تفشي فيروس كورونا جددت المخاوف من أن التوتر التجاري قد يعرقل التعافي الاقتصادي وينهي مكاسب أسعار النفط. أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هجوم استهدف مركزا عسكريا بجنوب أفغانستان، حيث كان يتمركز 150 فردا على الأقل من الجيش والمخابرات. وقال مسؤولون حكوميون وطالبان إن التفجير وقع في وقت متأخر من مساء الأحد. وذكر قاري يوسف أحمدي المتحدث باسم الحركة في بيان أن عشرات من الأفراد الذين ينتمون لقوات الأمن الأفغانية قتلوا وجرحوا في الهجوم. وفي السياق ذاته تعرض مركز أمني في مديرية قرشك بإقليم هلمند جنوبي أفغانستان لهجوم بسيارة مفخخة خلف 5 قتلى. وقال مصدر في الحكومة المحلية إن الهجوم أدى إلى مقتل 5 أشخاص. في المقابل قالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان إن قوات الأمن أفشلت عملية انتحارية وأن الحادث أدى إلى إصابة جندي واحد. أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إنها أحبطت محاولة توغل بحرية نفذها مرتزقة إرهابيون عبر الحدود مع كولومبيا المجاورة. وقال وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول في حديث نقله التلفزيون الرسمي إن جماعة مسلحة هاجمت مدينة لاغويرا الساحلية على بعد نحو 32 كيلومترا من العاصمة كاراكاس، وذلك بهدف تنفيذ أعمال إرهابية في البلاد. وقال إن السلطات تجري عملية بحث واسعة النطاق للقبض على جميع المعنيين بهذا الهجوم. وقال زعيم الحزب الاشتراكي ديوسداو كابيلو إن 8 أشخاص قتلوا وتم احتجاز 2 آخرين، مضيفا إن الفضل في إفشال العملية يعود لجهود المخابرات. سادتي، انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.